المصري مشهور بايه؟ ان هو ما بيقولش انه ما يعرفش حاجه، دايما بيفتي. عنده خبر مثلا بيضرب اي حاجه في سبعه، مثلا عنده اي حاجه يجود فيها يفتي فيها يزود. هي الكلمتين الزياده دول عند الشعب المصري. طب امتى هنبطل فتي؟ لا ما اظنش، دي طبيعه غريزه. ما اظنش. الشهامه موجوده فيه، لو لقى اي مشكله قدامه مع اي حد بيتدخل فيها وبيحاول يحلها. لو لقى اي حد محتاجه في اي ظروف بيقف جنبه. مشهور بالنكته وخفه الدم. طب ما تقول لي نكته كده. اقول لك نكته؟ المشكله ان انا صعيدي. إيه؟ الصعيدي مش لازم نكته على الصعايده. النكته ما بتبقاش حلوه الا كانت على الصعيد. هو المصري معروف على طول بخفه الدم. مشهور انه طيب وباله طويل، ويعني هو بيبقى ظاهر ليك ان هو مصدقك في اكاذيبك، انما هو انت شايفك بتستعبطه وهو كمان بيستعبطك. هو بيعمل نفسه مصدقك، لكن احذر منه ساعة ما هيقوم عليك مش هيرحمك. انه شعب فضولي وفتاي. ازاي يعني فضولي، لما تسأل اي حد على اي حاجة لازم يقولك انت رايح فين وهتعمل ايه ورايح ليه وكده يعني. وفتاي بقى لما تسأل على اي حاجة لازم يقولك اي حاجة، حتى لو ما يعرفهاش، حتى لو مش شغلته مش دراسته مش اي حاجة، فلازم يقولك. الطيبة ويليها كرم الضيافة، متأصلة في هذا الشعب منذ القدماء المصريين إلى وقتنا هذا. لو يهودي ودخل بيتي هضيفه، وبعد كده أختلف معاه. فجعة. ازاي يعني فجأة؟ ديني إنسان حيوان الشعب المصري كده غالبا على عربية الفول بيبقى في الكلام ده. بيحصل ايه بقى على العربية؟ بيبقى في كائنات بتشوفها بتتحول قدامك. طبق الفول ده بيخلص ازاي؟ هما لقمتين والله، لقمتين ما بيكونش موجود. لما تتكلم معاه ما تلاقيش في حاجز بينك وبينه، تلاقيه قريب منك. هو شعب قلاش ويفضل يقول ازاي يعني ماشي حد يوقفني يفضل يقول كده كلام غريب، اقول له ايه؟ يقول لي انكش. واحد من اصحابي مثلا اقول له ايه؟ يقول لي العب باليه.